اعملي مفاجأة. طب خلاص غمضت عيني اهو. اهو مغمضة عيني. هي ايه الجمال ده، الحلاوة دي. اهي. ده تليفون، ده سرير يا حبيبي، ده سرير صغنن. مسا مسا احلى ناس في الدنيا كلها، ربنا يخليكم ليا يا رب، ما يحرمنيش منكم. تعالوا بقى اقول لكم، يعني انا بعد ما جالي هديه كده جميله من بنت خالة جوزي، يعني بنت خاله. جالي بقى للسرير جميل كده لابني الصغنون الكتكوت دوت الامير الصغير اللي مجنني. فالحمد لله يعني. وجالي ناس طبعا جالي كمان ناس من قرايب جوزي وكده. فطبعا بصراحة يا اخواتي، خليت ابو معاذ، كان هم قايلين له قبلها بيوم اللي هم جايين. فبصراحة اللي عندي قلت له بص انزل هات ايه، مانجا. لان طبعا قلت له يعني ايه، هما جم عندنا قبل كده وكنا شربناهم موز وكده، يعني عصير موز. فقلت له بص المرة دي هاتلي مانجا ولا حاجة اعملها له. نعم. نعم يا لوحي. ايه يا الكتكوت ده السنين هو. فالمهم يا اخواتي معلش والله، بس عشان انا اصلا ما نمتش، فقلت ان انا انزل فيديو كده. لان انا كمان يعني مش عارفه انام منه اصلا. فادعوا له بالله عليكم ربنا يشفيه ويعافيه ان شاء الله. عايزاكم بقى كده تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. ويا ريت كده كومنت حلو كده منكم جميل. ويا ريت ما تنسونيش بقى كده في لايك، عشان كمان قناتي تكبر ان شاء الله بيكو كده. في الاشتراك باذن الله، لو اشتركتوا معايا كده يعني يزيدني شرف طبعا. اذا جت اخت ولا اخ دخل عندي واكيد اشترك عندي في القناة، هتبقى من ضمن عائلتي الجميلة. وشكرا جدا جدا ليكم يعني. المهم يا اخواتي، انا هنا عملت المانجا وكل حاجة. بس في حاجة بقى يا اخواتي حلوة جدا، يعني انت دلوقتي بدل ما انت تجمدي المانجا وتقشريها، لا انت تعمليها عادي بالقشرة بتاعتها. وبعد كده صفيها، بس قبل ما تعملي المانجا، يعني قبل ما تصفيها لازم تضربيها جامد جدا 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 عشان خاطر يبقى القشر حتى صغير خالص. وبعد كده صفيها، يعني صفيها بمصفى ضيقة فمش هيبقى فيها اي حاجة خالص. المهم يا اخواتي بقى طبعا، اهل جوزي اول تاني مرة كان ينجولي. تاني مرة. نعم. ايه اللي مضايقك؟ معلش نام. والله يا اخواتي تعبت والله بجد، يعني الحمد لله الحمد لله، يعني ربنا يا رب كده يديمها علينا نعمة. وربنا يا رب كده يعني يبارك في عمره، لان الواحد بجد والله بيزعل جدا من اي عيل يتعب ولا حاجة. يا رب ربنا كده يبارك في عيالكم ان شاء الله باذن الله يعني. فمهم يا اخواتي، عايزة كمان اقول لكم على حاجة. فالوقت دوت بصراحة انا كنت مخنوقة فيه جدا وتعبانة، وبيبقى فيه مشاكل كتير طبعا اكيد في كل بيت. ولكن نعم. نعم بس ايه اللي مضايقك؟ ايه اللي مضايقك يعني؟ اكلي واكلتك، شطفتك وبقيتك زي الفل، عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ هو عايز نفضل كل شوية افضل هو اقول له هو كده يعني. طيب حاضر حاضر، طب ممكن اسجل؟ تسجل انت طيب مكاني؟ تسجل مكاني. قول لهم مسامسة. قول لهم مسامسة يا خالتاتو، بيتي وبيختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أخوي، ابعد يا شيطان. المهم يا خالتي ايه، آم، فالحمد لله يعني الحمد لله. فلقيت بقى الحمد لله طبعا، انا عمري ما جبت سرير لعيالي لحد من عيالي، حتى لو ما كنت بولد يعني، او مثلا بعد ما ولدت، او عيل مثلا عندي بقى عنده سنة او شهور، حتى ما جبت لهمش سرير خالص. اول سرير يجيلي السرير الصغنن، ابني الصغنن اول سرير كان يجيلي. ومن بنت خالة جوزي، يعني ربنا يا رب يبارك في عمرها ويبارك في عمر اولادها.
فبصراحة انا فرحت جدا جدا وصورته معاكم وقلت لازم انا افتحه كده وافرحكم زي ما انا فرحت كده، والحمد لله. يمكن كنت مخنوقة، ويمكن كان في حاجات كتير في دماغي وفي مشاكل وقرف، ويمكن ربنا الحمد لله فرحني. اني يعني حاجة هدية حلوة. بدل مثلا ما تجيب مثلا، ما بدل ما هي مثلا عشان هي ما جاتش نقطت وكده، او مثلا ما ادتش الحاجة لابني وكده. فطبعا الحاجة دي يعني ذوقيا يعني. فهي بصراحة جابت لي السرير دوت. يعني هي طلبته اوردر، والاوردر ده طلع لنا، يعني هي خلته يجي لنا. حتى كان اسمها هي عليه. وهو حتى هي حتى كلمت ابو معاذ وكده، وقالت له ايه افتح باب الشقه في حد جاي لك. قال لها مين وكده. قالت له بس افتح. فعلا فتح الباب لقى الايه المندوب وكده، والحمد لله ادها يعني ايه. ف... فقلت له بس مش هينفع. لقيت بقى عندي معاذ فضل يعيط ازاي يا ماما، انا اللي عاوز اشيله مش انا اللي عاوز اشيله. قلت له خلاص، هو كده كده اصلا باب البيت من تحت بيبقى مقفول. لازم أن يكون اهل البيت. احنا بيتنا بيت مش عمارة ولا حاجة، بس هو بيت عادي. بس لازم يتقفل عشان مثلا الحرامية وكده. فطبعا ابو معاذ نزل فتح له الباب من تحت. فهو طبعا بقى اداهوله كده يعني الحمد لله. فالمهم يا اخواتي، لقيت بقى معاذ ابني بقى طبعا نزل مع باباه هو وبنتي حور وكده. الاتنين طبعا نزلوا مع بعض. وبعد كده يا اخواتي بقى فضلت بقى فرحانه جدا وهم طالعين بيه وعمالين يقولوا لي غمضي عينك يا ماما. شايفين طبعا انتوا في اول الفيديو غمضي عينك يا ماما. قلت له حاضر اجيب لك مفاجاه. فيا رب كده يفرح قلوبكم ويفرح قلبي وقلبي اولادي يا رب. واشوفهم كده احسن ناس في الدنيا يا رب، وتشوفوا عيالكم زي ما انتوا عايزين ان شاء الله. تشوفهم احسن الناس. وما تنسوش كده بقى في اشتراك حلو كده منكم، ما تنسوش في اللايك. ما تنسوش كمان في تعليق حلو كده وكومنت، عشان برضو ايه متنسوش بقى زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني ان شاء الله باذن الله. وانا كده خلصت معاكم المانجا، لان طبعا كان قريب زوجي طبعا جم عندنا وكده، فقلت لازما ايه اشربهم بقى مانجا. والحمد لله يعني. الحمد لله ربنا يا رب ده ما علينا نعمة ان شاء الله. فعايزه اقول لكم يا اخواتي والله يعني جبر الخواطر دي حاجه حلوه قوي بجد. ان حد يكبر بخاطر حد، يعني انا اتجبر بخاطري لما هي جابت لي الحاجه ديت او جابت لي السر ده. فرحت جدا جدا والله يا اخواتي والحمد لله. بس يعني اهو، يعني يمكن حاجه فرحتني وانا في وقت زعلي، مع اني كنت زعلانه جدا. والحمد لله يا اخواتي يعني. نعم. طب مش هجيبهولك، اقعدي طيب. فالحمد لله يعني نحمد ربنا. طبعا طبعا فرحت جدا وبقيت مبسوطه كمان اللي اخواته فرحانين. وبقى كل شويه يقولوا لي يا ماما انت ما جبتليش واحد زي ده ليه وانا صغنن. اقول له حاضر اجيله، بس يا دود هسيبيه عشان نام. طب سيبيه طيب طالما ساكت سيبيه. وبعدين يا اخواتي الحمد لله بقى.